يعتبر المغرب من أكثر البلدان انتشارا للمخدرات ومن أهم منتجيها في العالم. 600 ألف شاب مغربي مدمن على المخدرات وفق إحصائيات مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض. وتؤكد بعض الدراسات التي أجريت في هذا الصدد أن المغرب يعتبر من أكثر البلدان التي تواجه هذه الآفة، حيث أن فئة المراهقين ما بين 16 و18 هم الأكثر تعاطيا للمخدرات، وهذه المواد تنتشر بشكل كبير على مستوى المؤسسات التعليمية. وتظهر الأرقام أن 50% من الشباب يتعاطون الحشيش و8% يستهلكون الكوكايين. وبالرغم من كون هذه الأرقام تظل تقريبية ونسبية إلا أنها مقلقة، إذ أنه في عام 2012 قدرت قيمة المخدرات التي تباع سنويا على الصعيد المحلي ب 150 مليون دولار سنويا. هذا الارتفاع في أعداد المتعاطين والمدمنين يقابله عجز في عدد مراكز معالجة الإدمان في المغرب الذي لا يتوفر إلا على عدد قليل من المراكز لمعالجة الإدمان. والمغرب للمفارقة ليس فقط ضحية لهذه الآفة بل منتجا لها، ولا يبدو باذلا ما يكفي للقضاء عليها. فبحسب التقرير السنوي الصادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة عام 2016، حافظ المغرب على ترتيبه الأول كأول منتج للحشيش في العالم، متبوعا بأفغانستان ولبنان والهند وباكستان. كما أكد التقرير أن الحشيش المغربي يوجه بالأساس إلى الدول الأوروبية وشمال إفريقيا. وتبدو أسباب هذه الظاهرة متعددة ومتداخلة، فمنها ما هو نفسي واجتماعي واقتصادي. فنجد مثلا الفقر المدقع وانعدام الإحساس بالأمان والبطالة التي تمس شريحة كبيرة من الشباب وضعف اليقظة الأسرية، إضافة إلى أن الدولة لا تقوم بدورها على النحو الأنسب. ويعزو المختصون المغاربة ارتفاع نسب تعاطي المخدرات بأنواعها في أوساط الشباب والمراهقين إلى عدم ملائمة القوانين والتشريعات الزجرية المعمول بها مع الأساليب الترويجية الحديثة لهذه السموم بين التلاميذ والطلبة، التي باتت تشكل خطرا حقيقيا يهدد مستقبل جيل بأكمله. ومقارنة بجيرانه يسجل المغرب أعلى معدل إدمان في صفوف مواطنيها، ذلك أن عدد المدمنين في الجزائر يصل إلى 300 ألف، وهو نفس الرقم المسجل في تونس.